بصوا بقى الجمال. دي مش شوكولاتة دارك وبس، دي نغمات معمولة بإيدي، أشكال موسيقية وحيوانات مبهجة وحكايات صغيرة كده ساكنة في كل قالب. وصدقوني لما بحضرها بحس إني برسم فرحة. الفرحة دي ما بتكونش ليا بس، الفرحة دي ليا وليكم ولأي حد بيحب الشوكولاتة. يلا بينا نعمل الشوكولاتة النهاردة، وإزاي نحول لحظة وقوفنا في المطبخ للحظة سعادة. يلا بينا نسمي بسم الله ونصلي على الرسول، ونحط اللايك بتاعنا الحلو عشان يرفع معانا الفيديو ويوصل لكل اللي بيحبوا الشوكولاتة زينا كده. أول حاجة جبت معايا تلت كوباية من الكاكاو. عايزة أقول لكم بالمعيار السوائل 85 ملي. أوكي، عشان في الكوبايات بيبقى مكتوب عليها بالملي وهي عبارة عن تلت كوباية كاكاو، ويكون خام يا جماعة، ويكون نوع حلو، يعني مش أي نوع عشان يظبط معاكم طعم الشوكولاتة. ونزلت عليهم بثلاث معالق من سكر ستيفيا، وطبعا المعلقة اللي أنا بعاير بيها دي اللي بتبقى موجودة في العلبة نفسها، يعني محتواها بيكون صغير جدًا. ونزلت عليها بتلت كوباية من زيت جوز الهند، وعايزة أقول لكم بيبقى جوز الهند فريش كده وحلو، مش عايزاه يكون مركون عندكم، لأن كل ما بيقعد يا جماعة بيغيّر طعمه. وكمان الكاكاو يكون نوع موثوق فيه. وبدأت بقى أقلّبهم مع بعض كده بالمضرب اليدوي، وعايزة أقول لكم ما تقلقوش، هو زيت جوز الهند كده بيتماسك بسرعة. يعني أنا حطيته كده على النار كده، دفيته كده لغاية ما فَك معايا. تقدروا برضه تعملوه في الميكروويف لغاية ما يفُك معاكم كده وبس، وتقدروا تضيفوه بقى على الخليط وتضربوه كويس. بعد كده نبدأ بقى نجيب القوالب بتاعتنا. النهارده جِبت القوالب بتاعتي على أشكال دباديب كده جميلة. يعني عايزة أقول لكم لو ليكم أطفال كده ومش عايزين تأكّلوهم الحلويات المسكّرة أوي، تعملوا لهم الأشكال دي في الشوكولاتة الدارك، وعايزة أقول لكم بتطلع طعمها حلو جدًا وبيحبوها كمان. وكمان عندي القالب التاني على أشكال موسيقية كده، عايزة أقول لكم باحبه جدًا لإن السُمك بتاعه رفيّع، وبيخلّي يعني الشوكولاتاية بتاعتكم مش كبيرة أوي، وبتقدروا تتحكموا في الشوكولاتة اللي بتاخدوها خلال اليوم. وأهم خطوة بعد كده لازم ندهن قوالب السيليكون بتاعتنا بدهنة كده زيت جوز هند، وبعد ما تفكوه على النار وتدهنوه كده بالفرشة أو بمنديل اللي يريحكم. أنا حبيت المرة دي أعمله بالفرشة لأن المناديل ساعات بتقعد تتقطع كده في القالب السيليكون كده وتدوخكم شوية عقبال ما تطلعوها. لكن الفرشة كده دهنة بسيطة خالص، وتبدأوا توزعوها على كل القالب زي ما انتم شايفين كده. لو طلعت بره يعني مفيش مشكلة خالص، أهم حاجة الرسمة نفسها تبقى مدهونة كويس، عشان بتسهّل معاكم كده الشوكولاتة تطلع بكل سهولة، وكمان تطلع شكلها ناعم كده من فوق وحلوة جدًا. بعد كده لازم نجيب مَيّة مغلية جدًا في حلة كده أو كاسرونة صغيرة على قد البولة اللي أنتم هتحطوها فوقيها اللي إحنا عاملين فيها الشوكولاتة. أهم حاجة كده إيه، تعملوا لها كده حمام سخن كده بحيث تدوبوا معانا زيت جوز الهند زي ما أنا قُلت لكم. الحبة اللي سِبتهم فيه ودهنت القالب السيليكون بدأ يتجمد تاني، لإن هو يعني في ثواني كده تلاقوه تماسك تاني، ومش هينفع تنزّلوه في القوالب بتاعتكم إلا أمّا يكون في حالة سايلة خالص. فهنا بقى حطيته كده على المَيّة السخنة، ولو اتجمد معاكم في أي وقت تقدروا تعملوا الخطوة دي تاني. ونبدأ بقى نجيب معلقة كده أو أي حاجة تقدروا تنزّلوا بيها الشوكولاتة بتاعتكم في القوالب، وتنزّلوها على قد الأشكال بتاعتكم. وبصراحة وأنا باشكِّل الشوكولاتة بالشكل ده، باحس إنّي باقدّم حاجة كده نازلة جوّه قلبي. ولو حسّيتوا بنفس الإحساس ما تنسوش تعملوا لايك حلو كده يرفع الفيديو ويوصل للناس بتحب الشوكولاتة زيّنا. ولو لسه أول مرّة تنوّروني اشتركوا وفعّلوا الجرس عشان نفضل دايمًا سوا في كل لحظة حلوة كده، وشيّروا الفيديو لكل أصحابكم وحبايبكم، يمكن نرسم ابتسامة صغيّرة على وِش حد بيحبكم. وكمان عايزة أشارككم كده تجربة عملتها لكن باءت بالفشل، ومش عايزة حد يعملها ويفشل معايا. لكن والله كان نيتي اللي أساعد أي حد مثلًا ما عندوش قوالب سيليكون يقدر يعملها. طبعًا عارفين كلنا أطباق الفِل اللي إحنا مش الفِل، الأطباق البلاستيك اللي إحنا بنجيبها من برّه دي، وبيبقى شكلها حلو من تحت كده، وممكن نعين فيها حاجات في الفريزر وكده. حبيت أعمل تجربة فيها برضه لكن ما نجحتش تمامًا. يعني حطيت فيها برضه دهنة الزيت ونزّلت الشوكولاتة، لكن أمّا جيت أطلّعها لقيت الشوكولاتة بتتكسّر جدًا، وأشكال بس الكبيرة هي اللي طلعت، لكن الأشكال الصغيّرة كلّها ما نفعتش تطلع. فحبيت أقول لكم برضه على التجربة عشان ما حدّش مثلًا آآ يعني يعملها أو ما يشوفش في بدائل أخرى. لأ، أنا حبيت أعمل بدائل أخرى، لكن أنتم تقدروا تجيبوا القوالب السيليكون. عايزة أقول لكم إن شاء الله واحد بس تقدروا تعملوا فيه الأشكال اللي أنتم عايزينها. أنا عملت معاكم قبل كده على فكرة فيديو للكاندي على القناة بنفس الأشكال. يعني القوالب السيليكون بتعملوا بها حاجات كتير وتستفيدوا بيها. لو كل فترة تجيبوا قالب واحد بس وما هوش غالي يا جماعة والله، يعني لو جبتوه بتقدروا تستفيدوا بيه يعني أكتر من مرّة. يعني بتعملوا بيه حاجات حلوة جدًا وبأشكالها مبهجة للأطفال. وهاوريكم برضه نتيجة الطبق اللي أنا عملته دوًّا، وهاوريكم النتيجة كمان عشان ما حدش يعمل التجربة دي لإنها مش ناجحة تمامًا.
وهاوريكم هنا أنا بدأت أشيل بالمعلقة كده الوش اللي بيبقى عامله الشوكولاتة من فوق، مطرح ما بنصُب كده الشوكولاتة بتعمل زي رغاوي كده، تقدروا تسيبوها يعني هي مش عاملة أي مشكلة، بس يعني للراحة النفسية كده ولضميركم يرتاح أنا حبيت أشيلها، لكن لو سِبتوها ما فيش أي مشكلة، هي شوكولاتة برضه بس مطرح كده أمّا بننزّل الشوكولاتة بتعمل زي رغاوي صغيّرة كده، تقدروا تشيلوها برضه بالمعلقة كده بكل بساطة. طبعًا وإحنا بنشيل كده في حاجات وقعت على القالب من فوق، جِبت كده بضهر المعلقة السيليكون والspatula بتاعتكم كده وتلمّوا كل الشوكولاتة اللي من فوق كده وتسيبوها على المطبخ، عايزاكم تمسكوا كده القالب كده وتخبطوه خبطتين على المطبخ كده عشان الشوكولاتة تاخد الرسمة كده مضبوطة، وتسيبوه حوالي 10 دقايق كده على الرخامة يتماسك كده، وبعد كده تدخّلوه الفريزر، عايزة أقول لكم بيقعد نُص ساعة وبيطلع يعني تحفة زي ما أنتم شايفين كده ما شاء الله، يعني حلوة أوي وبكل بساطة عملنا الشوكولاتة الدارك وطبعًا ما اشتريناهاش بقى بأسعار كده عالية علينا ولا أي حاجة خالص. بس مكونات بسيطة جدًا في البيت، وتقدروا تعملوا بدل المَرّة كذا مرّة، يعني حبّة كاكاو كده يغرقوا لكم الدنيا، وكمان زيت الجوز الهند تجيبوا كده منه البرطمان بتاعه أو أي حاجة أنتم بتشتروها تبع الماركة اللي أنتم بتجيبوه، عايزة أقول لكم بتقعد معايا فترة حلوة، يعني تعملوا بيها وصفات للدايت، وبتعملوا منها شوكولاتة للدايت برضه، الدارك دي تحفة يعني طعمها حلو أوي. زي ما أنتم شايفين كده وبدأت أطلّعها من القوالب بكل سهولة، شايفين الأشكال عاملة إزاي؟ كل واحدة كده بتحكي حكاية. وكمان هنا عايزة أوريكم برضه اللي فيه أنا عملت مرّة قبل كده، عملت السُمك بتاع الحيوانات دي سُمكها رفيّع، يعني أنا المرّة دي عملت السُمك بتاعها عريض، يعني مليت القالب كلّه، لكن في مرّة عملتها القالب نَفْسه مليته نُصّه، عشان تبقى الطبقة بتاعتها رفيّعة كده وحلوة، زي طبعًا القالب التاني اللي أنا باحبه اللي هو بتاع الموسيقى ده، تحسّوا اللي هو رفيّع كده السُمك بتاعه. فأنا هاورّيكم برضه وأنا باورّيكم كده شايفين دي سمكها رفيّع إزاي، ونفس القالب عملت فيه السمك العريض ده، شايفين المنظر؟ هاسيبكم بقى تستمتعوا بالمنظر عامل إزاي، أنا عايزة أقول لكم الفيديو ده يعني أطفالكم كده لو أنتم بتتفرّجوا وجنبكم يعني أولادكم هيحبوه جدًا، لإن أشكالهم بصراحة بيحبوها جدًا، أنا عندي أولادي بيحبوها جدًا وبيتهبلوا كده عليها، يعني شوفوا هي dark يعني مش محبوبة أوي للأطفال، لكن بيحبوها جدًا، كل شكل كده تبع ما الأطفال بيحبوه، أنا عايزة أشوف ده يا ماما، ده حلو أوي، كده يعني عايزين ناكل ده محسسينّي اللي كل ما يدوقوا واحدة طعمها هيبقى يعني أحلى من التانية، مع إن هي طعم واحد بس الشكل هو اللي بيختلف بس، وعايزة أقول لكم المقطع كنت عايناه لكم والله لكن اتمسح، لكن ده الشكل اللي طلع من القالب، طبعًا عارفين كلنا الأطباق اللي هي اللي بتبقى لونها أسود دي اللي بنجيبها من برّه ليها أشكال حلوة، لكن يا جماعة ما ينفعش تعملوا فيه، حبيت أنقل لكم بس التجربة، ودي كانت حكايتي مع الشوكولاتة الدارك بسيطة وناعمة ومليانة حُب، لو حسيتوا بطعمها أو حتى ابتسمتوا من شكلها يبقى اللايك بتاعكم هيفرحني أكتر ما تتخيلوا، ولو لسه منوريني لأول مرة اشتركوا وفعلوا الجرس عشان نفرح سوا في كل وصفة جديدة. وبصوا كده على القناة هتلاقوا فيها وصفات حلوة وحادقة للدايت والكيتو وكمان للناس اللي عندهم حساسية ألبان ووصفات مخصوصة لمرضى السكر والضغط، يعني أي حد في البيت أكيد هيتلاقي حاجة ليه أو حتى لحد بيحبه، وشيروا الفيديو لأصحابكم وحبايبكم يمكن تكونوا سبب في ابتسامة صغيرة لحد محتاجها. واستنوني في وصفة جديدة شكلها حلو وطعمها أحلى ومن قلبي ليكم كلكم، يلا مستنيين إيه؟ قوموا يلا جربوا الوصفة وبإذن الله هتعجبكم، واستنوني بقى في وصفة جديدة ومع السلامة.